بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ نشرح أول درس في الصف الثاني الإعدادي. قبل ما نبدأ نشرح الدرس أنا عايز أعرف المنهج بتاعي بيتكون من إيه؟ المنهج بتاعي بيتكون من 4 وحدات، وحدتين جبر اللي هي الوحدة الأولى والثانية، والجبر بالنسبة لي هنا هو سهل بس طويل شوية، فهو ده اللي هياخد معانا وقت طويل. تاني وحدة بتتكلم عن الهندسة، ودي وحدة بتتكون من 6 دروس، و6 دروس مهمين لان هيفيدونا جدا في ثالثه اعدادي او في الرابعه بعدين. والوحده الاخيره اللي هي بتتكون من درسين، ودي بتكون اسهل وحده اللي هي وحده الاحصاء. طيب الدرس بتاع الاول بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الاعداد الحقيقيه. بس قبل ما نعرف ايه هي الاعداد الحقيقيه كنا عايزين نفتكر مجموعات الاعداد اللي عندنا. كنا اول حاجه خدناها هي الاعداد الطبيعيه، وقلنا الاعداد الطبيعيه دي اللي هي بتتكون من 0 1 2 3 الى ما لا نهاية، وكنت برمز لها بالرمز n. فيبقى ال n دي هي مجموعة الأعداد الإيه؟ الطبيعية. الأعداد الصحيحة، وكنا بنقسمها لأعداد صحيحة وموجبة وأعداد صحيحة سالبة. والصفر كنا بنقول إن الصفر ولا هو مع الموجب ولا هو مع السالب. وعندي الأعداد الموجبة اللي هي 1 و2 و3 و4، والأعداد السالبة اللي هي -1 -2 -3 -4 وهكذا. وكنا بنرمز للرمز للأعداد الصحيحة اللي هو الزد، وكنا بنقول على الأعداد دي إن هما زد الموجبة، والأعداد اللي بالسالب دي اللي هما زد السالب. طيب عندي إيه بعد كده؟ عندي الأعداد النسبية. ايه هي الاعداد النسبيه؟ هو اي عدد يمكن كتابته في صوره A على B، حيث ال A وال B عددان صحيحيان. يعني ايه الكلام ده؟ قلنا اي عدد ينفع يتكتب في صوره بسط ومقام، فده كده بالنسبه لي عدد نسبي. زي مين؟ زي مثلا 2/3 ده عدد نسبي، 5/9 نفس الكلام عدد نسبي. وقلنا ان الاعداد الصحيحه برضو اعداد نسبيه، ان الخمسه بس كده عدد نسبي. طب ليه؟ لان ينفع اكتبه في صوره بسط ومقام، بس في شرط ان المقام لا يساوي صفر. المقام لا يساوي صفر. طب اشمعنى المقام لا يساوي صفر؟ لان لو قلنا 3 على الصفر فيبقى ده كده غير معرف. فيبقى الاعداد النسبيه هي اي عدد. وقلنا برضو الاعداد العشريه اللي هي 1.3. طب ليه؟ لان ممكن اكتبها 1 و3 على 10 كتبتها في صوره بسط ومقام، او 13 على 10. طيب السنه دي النهارده هناخد الاعداد النسبيه. ايه هي الاعداد النسبيه؟ الاعداد النسبيه هي الاعداد التي لا يمكن كتابتها في صوره A على B، حيث A و B عددان صحيحيان. بمعنى ايه؟ ان لو ما عرفتش اكتبها في صوره A على B فيبقى ده كده عدد غير نسبي. طب ايه الاعداد اللي ما ينفعش تتكتب في صوره A على B؟ الاعداد اللي ما ينفعش تتكتب في صوره A على B هي الجذر التربيعي او التكعيبي لعدد غير مربع كامل او مكعب كامل. يعني ايه الكلام ده؟ كنا خدنا قبل كده ان الاعداد المربع الكامل او المكعب الكامل اللي انا ينفع اجيب لهم الجذر التربيعي، زي مثلا الجذر التربيعي للاربعه بيساوي كام؟ بيساوي 2، فده كده عدد نسبي. ايه تاني؟ الجذر التكعيبي ليه مثلا ال27، الجذر التكعيبي لل27 هو ال3، فده برضو عدد نسبي. امال ايه الاعداد الغير نسبيه؟ الاعداد اللي انا مش هينفع لها اجيب لها الجذر. بمعنى الجذر التربيعي لل3، هو ال3 دي كام في كام في كام يديني 3، ما ينفعش، فده كده بنسميه عدد غير نسبي. برضو نفس الكلام الاعداد الغير نسبيه هي لو قلت لك مثلا الجذر التكعيبي لل5 برضو مش هعرف اجيب لها، فيبقى ده برضو غير نسبي. وكنا بنرمز للاعداد النسبيه بالرمز Q. فالاعداد الغير نسبيه هنرمز لها بالرمز Q شرطه، على شرطه كده Q داش او Q شرطه. يبقى الاعداد النسبيه بنرمز لها بالرمز Q، الاعداد الغير نسبيه هي الاعداد اللي برمز لها بالQ بس عليها علامه
الشرطة الصغيرة دي. يبقى كده العدد النسبي هو أي عدد ينفع أكتبه في صورة بسط ومقام أو ينفع أجيب له الجذر، فده برضه عدد نسبي. طب الأعداد الغير نسبية، الأعداد اللي مش هينفع أجيب لها الجذر، اللي هي زي مين؟ زي الجذر التكعيبي للخمسة، الجذر التربيعي للتلاتة، الجذر التكعيبي للعشرة، الجذر التربيعي للعشرة، وهكذا. فدي بنقول عليها أعداد غير نسبية. وفي عندي النسبة الثابتة اللي هي بنقول عليها باي. ايه باي دي؟ باي دي نسبة ثابتة اللي هي بنقول عليها 22 على السبعة أو 3 و14 من 100. فدي بنقول عليها باي. الباي دي نسبة ثابتة برضو تبع الأعداد الغير نسبية. المثال الأول عندي هنا بيقول لي أي من الأعداد التالية عدد نسبي وأيهما عدد غير نسبي. احنا قلنا لو عدد نسبي برمز له بالرمز كيو، لو عدد غير نسبي برمز له بالرمز كيو شرطة. طيب تعال نشوف، احنا قلنا الأعداد النسبية اللي ينفع أكتبها في صورة A على B، لو كتبناها كده فيبقى عدد نسبي. وقلنا كيو شرطة هو العدد اللي مش هينفع أجيب له الجذر التربيعي أو الجذر التكعيبي. طيب السالب 12 ده عدد نسبي ولا غير نسبي؟ اول حاجه هو ينفع اكتبه في صوره بسط ومقام ليه؟ لان انا ممكن اكتب سالب 12 على الواحد، اي عدد صحيح مقامه واحد، واحنا قلنا ان الاعداد الصحيحه دي بتكون اعداد نسبيه، فالسالب 12 ده ينتمي للكيو. طيب جذر ال 25، هو جذر ال 25 كام؟ 5، والخمسة ده عدد صحيح فهو برضو تبع الاعداد النسبيه، فيبقى برضو عدد نسبي. جذر ال 13، هو جذر ال 13 كام؟ انا مش هعرف اجيب جذر ال 13. ليه؟ لان مفيش كام في كام يدينا 13، يكونوا عددين متشابهين، فهنا ده كده عدد غير نسبي. الجذر التكعيبي للسالب 27، الجذر التكعيبي للسالب 27 كنا قلنا ان هو السالب 3، فده كده عدد نسبي. 2 و2 على 5 ده هنا اصلا معلوش جذر، فهو اي عدد ينتمي الى الكيو. سالب الجذر التكعيبي للعشرة، سالب الجذر التكعيبي للعشرة مش هعرف اجيبها لان مفيش عدد اضربه في نفسه 3 مرات يديني 10، فهنا ده ينتمي للكيو شرطة. السؤال رقم 7 125 من 1000 ده عدد عشري فينتمي للكيو. 3 و6 من 10 دايري، كنا قلنا 6 من 10 دايري دي كنا بنكتبها ازاي؟ كنت بكتب 3 علامة 6 وافضل اكرر للستة لحد ما الشاشة بتاعتي تتملي، وادوس يساوي، طلعت 11 على 3 في صورة بسط على مقام، فيبقى ده برضو عدد نسبي. إيجاد قيمة تقريبية لعدد غير نسبي. يعني إيه قيمة تقريبية؟ عايز أعرف هو يعني كم من 10 أو يعني مثلا قريب لأنهي عدد صحيح، عشان أعرف هو قريب لمين، زي مثلا جذر الخمسة. جذر الخمسة ده علشان أعرف هو كام أو أجيب قيمة تقريبية ليه، بشوف جذر الخمسة ده ينحصر بين عددين مربعين مين ومين. أنا عارف إن العدد اللي ينفع أجيب له الجذر التربيعي اللي قبله هو الأربعة. ليه؟ لأن جذر الأربعة 2، فجذر الخمسة ده أكبر من الاتنين. طيب وإيه العدد المربع الكامل اللي بعد الخمسة؟ 9. ليه؟ لأن أنا عارف إن الأعداد المربعة هي 1 4 9 16 25 36 وهكذا، اللي هي بداية الجدول. طيب أنا هنا عايز أعرف الجذر التربيعي للتسعة 3، فيبقى الجذر الخمسة ده ينحصر بين الاتنين وبين التلاتة، فيبقى جذر الخمسة ينحصر بين الاتنين وبين التلاتة. طيب مثلا جذر الاتنين وتلاتين، أنا عارف إن جذر الاتنين وتلاتين إيه العدد المربع الكامل اللي قبليها؟ إيه اللي جاب قبليها؟ هو الخمسة وعشرين، لأن الخمسة وعشرين قبل الاتنين وتلاتين، فيبقى تنحصر بين جذر الخمسة وعشرين. طيب والستة وتلاتين، يبقى جذر ال 32 ده ينحصر ما بين جذر ال 25 اللي هي الخمسة وجذر ال 36 الست، فهي 5 وشوية. أو ممكن أعملها على الآلة. طب إزاي؟ هجيب جذر ال 32، جذر ال 32 وأدوس يساوي، طلع لي بالشكل ده. هدوس اس دي هنا أحولها لأرقام عشرية. القيمة التقريبية بتاعته هي 5 و6 من 10. دي كده القيمة التقريبية للجذر التربيعي لل 32.
طيب لو عايز اجيب الجذر التكعيبي للتسعة، هجيب عدد مكعب كامل قبليها وعدد مكعب كامل بعديها. هو الجذر التكعيبي للتسعة كام مش هنعرف، لكن هعرف اجيب الجذر التكعيبي اللي قبليها اللي هي التمانية. الجذر التكعيبي للتمانية كام؟ 2. طب والعدد المكعب الكامل اللي بعد التمانية هو ال27، لان انا عارف ان الاعداد المكعبة بتاعتي اللي هي 1 8 27 64 125 دي الاعداد المكعب الكامل، فدي اللي ينفع اجيب لها الجذر التكعيبي. فالجذر التكعيبي للتسعة ينحصر ما بين التمانية اللي هي الجذر التكعيبي للتمانية اللي هو الاتنين، والجذر التكعيبي لل27 اللي هي التلاتة. فالجذر التكعيبي للتمانية ينحصر ما بين الاتنين والتلاتة. او ممكن اعملها على الآلة ان انا اقول الجذر التكعيبي، قلنا بندوس شيفت والجذر العادي واكتب 9 وادوس يساوي، طلع لي 2 وشوية ارقام، فهي 2 و8 من 100. دي القيمة التقريبية بتاعتنا. المثال رقم 2 بيقول لي أوجد عددين صحيحين متتاليين يقع بينهما كل عدد من العددين الآتيين، وعين موقع التقريب على خط الأعداد. أول حاجة هنجيب العددين الصحيحين اللي قبليهم. قلنا عشان أجيب الجذر التربيعي لل 11 هجيب العدد المربع الكامل اللي قبليه. طب إيه هو العدد المربع الكامل اللي قبليه؟ التسعة، لأن جذر التسعة. طيب وإيه العدد المربع الكامل اللي بعديه؟ هو جذر ال 16، لأن إحنا قلنا في الأول إن الأعداد المربع الكامل اللي هي 1 4 9 16 25 و36 وهكذا. طيب وجذر ال 11 ده موجود بين مين ومين؟ بين التسعة وبين ال 16، فجذر ال 11 موجود هنا. يبقى العددين الصحيحين هو جذر التسعة كام؟ 3، وجذر ال 16 4. يبقى العددين الصحيحين اللي هما التلاتة والأربعة. طب لو عايز امثلها على خط الأعداد باجي اكتب هنا التلاتة اللي هي جذر التسعة، وهنا جذر ال 16 اللي هي الأربعة. طيب هو جذر ال 11 بينهم صح؟ طب هو المفروض ان هنا في جذر 10 جذر 11 جذر 12 جذر 13 جذر 14 جذر 15 وهكذا. طيب فين الجذر ال 11؟ يعتبر هتبقى هنا بالشكل ده كده، جذر ال 11. ليه سبت مكان اللي هو جذر ال 10؟ بعد كده جذر 12 جذر 13 جذر 14 جذر 15 يعتبر ليهم اماكن بعض، يبقى هي دي جذر ال 11. طيب الجذر التكعيبي لل 20 هنعمل نفس الكلام. اول حاجه هجيب عدد مكعب كامل قبل ال 20. ايه العدد المكعب الكامل اللي قبل ال 20؟ هو ال8. الجذر التكعيبي لل8. طب وعدد مكعب كامل بعديها هو ال27، يبقى الجذر التكعيبي لل27. طب هو الجذر التكعيبي لل8 كام؟ 2. طب الجذر التكعيبي لل27 3، فهي تنحصر بين الاثنين وبين الثلاثة. فهنكتب هنا الاثنين وهنا الثلاثة. الاثنين اللي هي الجذر التكعيبي لل8، والثلاثة اللي هي الجذر التكعيبي لل27. طيب هو انا عايز امثل ال20 دي ما بينهم صح؟ طب هي في النص ولا هنا شويه ولا هنا شويه؟ هي يعتبر ان انا هكتب هنا جذر التسعة جذر 10 جذر 11 جذر 12 جذر 13 14 15 وهكذا لحد ما اوصل ل20. فهلاقي ان ال20 قريبه للثلاثه، ان هي تبقى في الجزء ده كده شويه. جذر ال20. الاعداد الحقيقيه. ايه هي الاعداد الحقيقيه؟ الاعداد الحقيقيه هو اي عدد ينفع اقول عليه عدد حقيقي. بمعنى الاعداد الحقيقيه هي المجموعه التي تتكون من اتحاد مجموعه الاعداد النسبيه ومجموعه الاعداد الغير نسبيه. بمعنى ان اي عدد ينفع اقول عليه عدد حقيقي اذا كان جذر تكعيبي مثلا لل5، او اذا كان جذر التكعيبي لل27، او اذا كان الجذر التكعيبي لل7 او ال5 او 3 على 4 او 9.5 وهكذا، ان دي كلها اعداد حقيقيه. فالاعداد الحقيقيه بتتكون من ايه؟ بتتكون من الاعداد النسبيه والاعداد الغير نسبيه، نرمز لها بالرمز R. دي كده الاعداد الحقيقيه بتتكون من ايه؟ بتتكون من الكيوب
اتحاد الكيو شرطة. دي كده الأعداد الحقيقية. طب هو في عدد ينفع يبقى نسبي وفي نفس الوقت غير نسبي؟ لا طبعا. زي ايه؟ زي 3/10. ده عدد نسبي، ما ينفعش يبقى عدد غير نسبي. نفس الكلام الجذر التكعيبي لل3 ده عدد غير نسبي بس ما ينفعش يبقى نسبي. فعشان كده بنقول ان كيو تقاطع كيو شرطة بيساوي فاي، ان تقاطعهم هنا ما ينفعش. وعلشان كده برضو بنقول ان الاعداد اللي عد اللي هي الان جزئية من الاعداد الصحيحة اللي هي الزد، والزد والنسبية جزئية من الكيو، ودول كلهم جزئية من الاعداد الايه الحقيقية. زي شكل فين اللي قدامنا ده، ان مجموعة الاعداد الطبيعية جزء من الاعداد الصحيحة، والاعداد الطبيعية والصحيحة جزئية من الاعداد النسبية. طيب لو ضفنا بقى الاعداد النسبية دي كلها مع الاعداد الغير نسبية هيديني ايه؟ هيديني الار اللي هي مجموعة الاعداد الحقيقية. طيب دي كلها بنقول عليها اعداد حقيقية. امال هي ايه الاعداد الغير حقيقية؟ العدد اللي تحت الجذر التربيعي بتاعه على سالب. بمعنى احنا كنا بنقول ان دي في سنة اولى مش هينفع اجيب له الجذر التربيعي. طب ليه؟ لان الجذر التربيعي للسالب 4 ما ينفعش. ليه؟ لان ما ينفعش يبقى فيه سالب تحت الجذر التربيعي. فده الحاجة الوحيدة العدد الغير حقيقي. امال هو اسمه ايه ده؟ كده بنسميها اعداد تخيليه، هناخدها ان شاء الله في اولى ثانوي. سؤال رقم 4 بيقول لي ضع في المربع الخالي رمزا مناسبا من الرمزين ينتمي او لا ينتمي. اول سؤال هنا بيقول لي 63% دائري، هل ينتمي للاعداد الغير نسبيه؟ احنا قلنا ده رمز الاعداد الغير نسبيه، وقلنا الاعداد النسبيه دي هي الاعداد اللي انا مش هينفع اجيب لها الجذر التربيعي او الجذر التكعيبي. طيب هل ده عدد نسبي ولا غير نسبي؟ هل هو ينتمي للاعداد الغير نسبيه ولا لا؟ كنا بنقول اول حاجه ان انا ممكن احول ال 63% دائري دي لكسر اعتيادي، ان انا بجيب الاله بتاعتي وابدا اكتب 63 اكتر من مره، 3 6 3 6 3 6 وهكذا لحد ما الشاشه بتاعتي تتملي وادوس يساوي. كده انا كتبتها في صوره بسط ومقام، فده كده عدد نسبي، يبقى ال 63% لا ينتمي للاعداد الغير نسبيه. طيب جذر الخمسة هل ده عدد حقيقي ولا لا؟ احنا قلنا الاعداد الحقيقيه هي اي عدد ينفع اكتبه مع عدد الاعداد اللي تحتيها سالب، تحت الجذر التربيعي سالب، فده هنا عدد حقيقي، فهو هنا ينتمي للاعداد الحقيقيه. طيب القيمه المطلقه للسالب 4، احنا قلنا القيمه المطلقه للسالب 4 دي هي ال4 لان هنشيل السالب. طيب هل ده عدد طبيعي ولا لا؟ عدد طبيعي. ليه؟ لان الاعداد الطبيعيه قلنا اللي هي 0 1 2 3 4 وهكذا، فهنا ينتمي للاعداد الطبيعيه. الجذر التكعيبي ليه 3 و3 على 8. اول حاجه عشان اعرف اجيب الجذر التكعيبي هشوف هيتجاب ولا لا، نرفع الكسر ده. كنا بنضرب التلاتة في 8 ب 24 زائد 3 هيبقى 27، فهتبقى الجذر التكعيبي ل 27 على 8. طيب هل هينفع اجيب الجذر التكعيبي لل 27 على 8؟ تعال نجرب كده. الجذر التكعيبي لل 27 هو التلاتة، والجذر التكعيبي لل 8 2، فيبقى 3 على 2. طيب هل ده كده ينتمي للاعداد الصحيحه؟ لا، ده كسر فينتمي للاعداد النسبيه، هقول له هنا لا ينتمي للاعداد الصحيحه. الجذر التكعيبي للثلاثه هل ينتمي للاعداد النسبيه؟ احنا قلنا الاعداد النسبيه دي اللي ينفع اكتبها في صوره بسط ومقام. طيب هل ده في صوره بسط ومقام او ينفع اكتبه في صوره بسط ومقام؟ لا، فهنا لا ينتمي للاعداد النسبيه. جذر السالب 1 هل ده ينتمي للاعداد الحقيقيه ولا لا؟ احنا قلنا الاعداد الحقيقيه هي اي عدد بس ما عدا الجذر التربيعي اللي تحته سالب، فهنا لا ينتمي للاعداد الحقيقيه. الفكره الاخيره معايا هي حل المعادلات. ان انا مثلا لو عندي معادله بالشكل ده قلنا اللي بيبقى فيها يساوي، زي مثلا لو جيت قلت لك 2x تربيع زائد 5 هيساوي 10. دي كده معادله من الدرجه الثانيه، وقلنا ان المعادله دي بتتكون من طرفين. اول حاجه ان انا ببدا اشيل الحاجات اللي جنب في الطرف ده ليه؟ عشان اجيب قيمه الاكس دي. طيب ازاي؟ اول حاجه الاتنين دي بنسميها ايه؟ بنسميها معامل. طب والاتنين اللي هي فوق دي بنسميها اس.
طب والخمسة دي، الخمسة ده ثابت. طب والعشرة، العشرة ده الناتج، او ممكن نعتبره ثابت برضه. طيب انا عشان ابدا احل المعادله دي، اول حاجه عشان ابدا احل المعادله دي، اول حاجه ان انا هتخلص من الثابت، وقلنا ان الثابت ده بوديه اليمه التانيه بعكس الاشاره. طيب تاني حاجه ان انا هبدا اتخلص من المعامل. طيب المعامل ده قلنا فيه منه نوعين. النوع الاولاني ان هو بيكون عدد صحيح، زي مثلا 3x، المعامل هنا عدد صحيح. 5x، فالمعامل برضو هنا عدد صحيح. النوع التاني ان هو بيكون كسر، زي مثلا 2/3 x، فهنا كسر. طيب زي مين تاني؟ زي مثلا 5/7x، فالمعامل هنا برضو كسر. طيب لو عدد صحيح انا بقسم على العدد الصحيح اللي هنا، يعني مثلا المعامل هنا 3، فانا بقسم على ال3 في طرفين المعادله. طب لو المعامل هنا 5، هقسم برضو على 5 في طرفين المعادله. طيب لو كسر، لو هو كسر بضرب في المقلوب بتاعه اللي هو 3/2. طيب المعامل هنا 5/7، فهضرب في المقلوب اللي هو 7/5. طيب تالت حاجه هبدا اتخلص من الاس. طب هتخلص من الاسس ازاي؟ لو الاس تربيعي بعمله جذر تربيعي. طب لو الاس تكعيبي اللي هو اس 3 يعني، هعمله جذر تكعيبي. دي كده الخطوات بتاعتي اللي انا هبدا اشتغل بيها. اول مثال عندي هنا بيقول لي 3x اس 2 ناقص 7 يساوي 8. احنا قلنا اول حاجه هتخلص منها هي الثابت اللي هو -7، فببدا اوديها اليمه الثانيه بعكس الاشاره، فهتبقى بالشكل ده. 3x اس 2، قلنا هشيل دي اوديها الطرف الثاني هنا بعكس الاشاره، بدل ما هي -7 اوديها تبقى -7، فهيبقى يساوي 8 زائد 7. طيب 8 زائد 7 دي كام؟ 15، فيبقى 3x أس 2 هتساوي 15. طيب بعد كده هنبدأ نعمل ايه؟ هقسم على المعامل او هتخلص من المعامل ده اللي هو التلاتة. طبعا عشان اشيل التلاتة دي قلنا بنقسم على التلاتة، وهقسم هنا برضو على التلاتة. ف3 على التلاتة دي بتطير، هيبقى لنا x تربيع بتساوي 15 على التلاتة يساوي كام؟ هيساوي 5. هعمل ايه بعد كده؟ هجيب لها الجذر التربيعي. طب ليه؟ عشان اشيل الاس 2 ده، فهعمل الجذر التربيعي هنا بالشكل ده، ونفس الكلام اليمة التانية. فالاكس هتساوي، خلي بالك ان الناتج اللي هنا هيطلع لي موجب او سالب جذر الخمسة. ما تنساش دي، احنا قلنا طالما هجيب جذر تربيعي الناتج لازم يطلع لي بالموجب والايه والسالب، فيبقى مجموعة الحل عندي هنا موجب جذر الخمسة وسالب جذر الخمسة. بس هو هنا جايب لي يقول لي ان الاكس ينتمي للاعداد الغير نسبية. هل العدد اللي انا جبته او الناتج اللي انا جبته ده ينتمي للاعداد الغير نسبية؟ لان الجذر الخمسة عدد غير نسبي، وسالب جذر الخمسة برضو عدد غير نسبي. فبقول له مجموعة الحل اللي هي م نقطة ح، اختصارها مجموعة الحل، يبقى سالب جذر الخمسة وموجب جذر 5، واقفل مجموعة الحل. السؤال التاني بيقول لي 4x تكعيب زائد 15 بيساوي سالب 17. هنعمل نفس الكلام. اول حاجة هبدأ اتخلص من الثابت اللي هو 15، فهوديها بعكس الاشارة اليمة التانية، فهينزل 4x تكعيب يساوي سالب 17، وهنودي ال 15 اليمة التانية تبقى سالب 15. طيب سالب 17 وسالب 15 هنا الاشارات دول متشابهة، فكنا بنحط نفس الاشارة ونجمع يدينا سالب 32. فمعنى كده ان ال 4x تكعيب هيساوي سالب 32. طيب تاني حاجة هنعمل ايه؟ هتخلص من المعامل اللي هو الاربعة، هنقسم هنا على الاربعة وهنا على الاربعة، 4 على 4 بتطير، فيبقى لنا x تكعيب هيساوي سالب 32 على 4. 32 على 4 فيها 8، وانزل السالب يبقى سالب 8. تالت حاجة هنعمل ايه؟ هنعمل الجذر التكعيبي. طب ليه؟ عشان ابدأ اشيل الاس التكعيبي ده.
هعمل له جذر تكعيبي، وهنا نفس الكلام جذر تكعيبي. فالجذر هيطير الأس، هيبقى لنا الإكس هيساوي جذر التكعيبي للسالب 8 هي سالب 2، فهيبقى الإكس بيساوي سالب 2. خلي بالك إن طالما جذر تكعيبي مش هيطلع لي بالموجب والإيه والسالب. هبدأ أبص العدد اللي أنا جبته ده هل ينتمي للأعداد الغير نسبية؟ لا، ده ينتمي للأعداد النسبية، فأقول له إن هنا مجموعة الحل تساوي فاضي، إن الحل اللي أنا جبته ده مرفوض، أنا عايز عدد غير نسبي، لكن الناتج اللي أنا جبته ده عدد نسبي. مثال رقم 3 بيقول لي 1 على 2 إكس أس 2 زائد 1 يساوي سالب 4. هنبدأ نعمل نفس الكلام. أول حاجة هتخلص من المعامل ده، هوديه اليمة التانية بعكس الإشارة، فهيبقى نص إكس تربيع يساوي سالب 4، وهودي الواحد بعكس الإشارة فيبقى سالب 1. كده أنا أول حاجة اتخلصت من السالب. طيب سالب 4 وسالب 1 يدينا كام؟ يدينا سالب 5، فيبقى نص إكس تربيع هيساوي سالب 5. بعد كده هنتخلص من المعامل هنا كسر، وقلنا عشان اتخلص من الكسر ده بضرب في المقلوب بتاعه، فانا هنا هضرب في المقلوب بتاع النص، هيبقى 2 على الواحد، وهنا نفس الكلام، فالنص بيطير مع الاتنين، هيبقى لنا الاكس تربيع هتساوي، هنا هضرب 2 في سالب 5 بسالب 10، وطبعا الواحد في المقام ملوش لازمه. بعد كده هتخلص من الأس هنا أس 2، فأنا هبدأ أعمله جذر تربيعي عشان أتخلص من الأس، وهنا نفس الكلام جذر تربيعي، فالجذر هنا هيطير الأس، فيبقى الإكس هيساوي جذر السالب 10. هو ينفع أجيب جذر لعدد سالب؟ لا، ما ينفعش يا مستر، فهنا الإكس لا ينتمي إلى R، فيبقى مجموعة الحل هنا هتساوي فاضي. السؤال رقم 4 بيقول لي 5 إكس تكعيب ناقص 1 على 4 بيساوي 4 إكس تكعيب زائد 8 و3 على 4. هنا علشان أحل المسألة دي بنجيب الإكسات مع بعض والأرقام مع بعض. يبقى أنا هنا اللي أنا عايز أعمله إن أنا هجيب 5 إكس تكعيب، هجيب جنبها 4 إكس تكعيب، بس طالما هنقلها من طرف لطرف تاني هوديها بعكس الإشارة، فيبقى ناقص 4 إكس تكعيب هيساوي 8 و3 على 4 زائد 1 على 4 لأن هوديه بعكس الإشارة. 5 إكس تكعيب ناقص 4 إكس تكعيب، قلنا هنطرح المعاملات، 5 ناقص 4 1، فيبقى 1 إكس تكعيب اللي هي إكس تكعيب هيساوي 8 و3 أرباع زائد ربع هيساوي 9. هنعمل ايه بعد كده؟ هتخلص من الأس. طب الأس هنا هعمل له جذر تكعيبي، وهنا نفس الكلام جذر تكعيبي، فالجذر هيطير الأس، فيبقى الإكس هتساوي الجذر التكعيبي لل9. طيب هو عايز هنا مجموعة الحل بالنسبة لR، هل ده كده عدد حقيقي ولا مش عدد حقيقي؟ عدد حقيقي، احنا قلنا كل الأعداد بتكون حقيقية ما عدا الجذر اللي تحته سالب زي المثال اللي قبل ده كده، وهكذا. يبقى هنا مجموعة الحل م نقطة ح هيساوي الجذر التكعيبي لل9. وبكده تكون حصتنا انتهت، يا رب تكونوا استفدتوا. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك باقي الفيديوهات بتاعتنا وتتابعنا في باقي المنهج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.